بالملايين، يقول لي لا لا دول مئات كام الف كده. قلت له طب انا الصور اهي بتاعه القوات الجويه اللي احنا مصورين بيها الملايين اللي نزلت، شوفها ملايين كتيره جدا. ازاي نقدر احنا نغفل كده؟ اراده الناس، اراده الناس. وعايز اقول لكم وافكركم ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه السابق اثناء قيادته كان حلمه بيقول ان انا ساخلي بين اراده المصريين واختياراتهم، يعني هعمل انتخابات نزيهه وشريفه عشان اخلي المصريين اللي خرجوا يوم 28 يناير واستلموا ارادتهم تبقى ارادتهم دايما معاهم، مش هبقى واصي ابدا على هذه الاراده. الشرعيه لما بتيجي بتيجي من الشعب صحيح، وبتيجي بالصندوق كوسيله كآلية، لكن لو في آليات أخرى تحل المسألة غير إن الشعب يخرج بالملايين زي الدول المتقدمة كده، كانت الأمر بقى يسير. الشرعية ديت بيمنحها الشعب بالصندوق، يقدر يراجعها، يقدر كمان يرفضها، ولما يرفضها لازم نحترم ده، لازم نحترم ده. ارجع تاني واقول ان احنا في مفترق طرق، وبقول للمصريين احنا كنا تحت حسن ظنكم، وكل اللي امرتوا بيه عملناه. لكن بصراحة انا بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. بقول ينزلوا عشان يوروا الدنيا زي ما وروها قبل كده. انا عمري ما طلبت منكم حاجه، وماليش ان انا اطلب منكم حاجه، لكن انا بطلب منكم توروا الدنيا زي ما وريتوهم في 30/6 و3/7 قد ايه ان انتم لكم اراده ولكم قرار. انا عايز حضراتكم يا كل المصريين تنزلوا عشان تفكروا الدنيا كلها بان انتم لكم اراده ولكم قرار. الاراده هنا والقرار هنا، ان لو